يا صباح الفل او مساء الفل عليكم، بجد وحشتوني جدا جدا. يعني كنت غايبة اليومين اللي فات معاكم، كنت بحضر لكم يعني فيديو حلو، هو فلوج يعني. بس قلت بقى لازم اغير بقى شوية بقى، يعني عشان الواحد بقى ايه، يعني مش كله روتين روتين، لا لازم يكون فيه بقى ايه، تنوع بقى. بس وحبيت يعني حبيت بجد اوريكم بقى اليوم اللي انا خرجت فيه، واوريكم بقى الدنيا كانت عاملة ازاي معايا. بجد وحشوني جدا، وبجد بتوحشوني جدا، وميرسي قوي على التعليقات، وميرسي قوي على اللايكات، وميرسي جدا بجد على على الاشتراكات بجد اللي داخل الجديده. وبجد بحبكم جدا، وبجد يعني ربنا يخليكم ليا بجد يعني. انا ملاحظه بقول كلمه بجد كتير، بس مش مهم يعني. بس ويلا بينا نبتدي بقى، واوريكم بقى الفلوج بقى اللي انا خرجت فيه بقى، والدنيا كانت عامله ازاي معايا. بس ومعلش بقى صوت العربيات عالي، عشان بس بصور لكم بس اللي قاعدة بقى جنب البلكونة، عشان كده صوت العربيات عالي. بس هنا بقى خدت مركب على النيل. كنت طبعا انا واخواتي مع بعض يعني، ورحنا بقى، ويعني المركب لو تعرفوا الممشى بتاع اهل مصر بجد جميل جدا وتحفة جدا. ويعني عايزة اقول لكم بجد اللي مراحوش خسر كتير بجد، انا لما روحته اتبهرت بيه. فعلا فعلا اتبهرت فيه. وهناك في كافيهات كمية بطريقة مش عادية. الكافيه اللي يعجبك خشيه بجد، الكافيهات كلها احسن من بعض، بس انا ما اقدرش اقولك على كافيه معين غير لما انتي تروحي وتجربي بنفسك. بس وده طبعا النيل طبعا، يعني هو بصي انت كل ما انت طول ما انت ماشيه هتتفرجي على على النيل، طول ما انت ماشيه تتفرجي على النيل وعايزه تصوري كله، يعني المكان كله للتصوير. مفيش حته ملهاش تصوير، بجد المكان كله للتصوير. بس وعايزه اقول لكم المكان كله للتصوير، يعني ما فيش حته ملهاش للتصوير بجد يعني. هيعجبكم جدا، وانا بقترح عليكم اللي انتوا بجد تروحوا. انا بجد من كتر ما انا يعني عجبني المكان، انا روحت 3 مرات ورا بعض. يعني المكان فعلا حلو جدا، وفعلا يعني يتحب اللي انتي تروحيه. وانا بقترح عليكم بجد، عائلات، اصحاب بنات، عائلات بجد، انتي وخطيبك، انتي وجوزك، بجد انا بقترح عليكي بجد اللي انتي تروحيه. بجد مش هتندمي، وانا بقولك مش هتندمي اللي انتي روحتي يعني. وفي طبعا كافيهات على القد، وفي كافيهات غاليه، شوفي بقى اللي يعجبك ايه وادخلي. والمركب هنا يعني مش غالية برضو، المركب الساعة تقريبا على حسب، مش عارفة الساعة تقريبا، بس هو النفر تقريبا النفر كان ب50 جنيه. وهنا كنت بصور نفسي وانا قاعدة، ويعني بصوا المنظر كان، وطبعا كان في ناس طبعا، ويعني المنظر هنا كان تحفة. ده تاني يوم بقى رحنا بقى فين بقى، الزمالك بقى، كافيه اسمه آه، ايمكس، بجد حلو جدا، وكافيه حلو جدا ونضيف. ويعني اقترح عليكي برضو ان انت تروحيه. ويعني هو مش للدعاية، بس انا عشان روحت بجد وجربته لقيته حلو فعلا، يعني بجد ممتاز. بس وفي كافيهات طول ما انت ماشيه هتلاقي برضو كافيهاتك ده فين بقى؟ بصوا ده في الممشى بتاع اهل مصر. ده في الممشى بتاع اهل مصر. بس وهنا بقى يعني يعني بصوا طول ما انتوا ماشيين يعني هتقعدوا تتفرجوا، طول ما انتوا ماشيين هتقعدوا تتفرجوا بقى، ويعني هيعجبكم الدنيا هناك. وهتلاقوا في مراكب كتير، اللي عايز يركب مركبة، وفي مركبة فيها بتعمل يعني بارتي كده حلو كده، حفلة كده حلوة، بس هي مش بمعنى كلمة حفلة جامدة يعني، هو بمعنى يعني بتبسطكوا في القعدة يعني. بيولع اغاني يعني طول ما انتي قاعده كده، لا هتتبسطي في القعده بقى، انتوا بقى والعائلات بتاعتكم، انتوا واصحابك، انتوا وخطيبك، انتوا وجوزك، انتوا وعيالك. شوفوا بقى انت هتعملوا ايه بقى واعملوا. بس وهنا بقى يعني خلصت بقى هنا بس بجد احنا اتبسطنا جدا، ويعني بجد يعني انا بقول لكم المكان روحته كذا مره. بص بقى الممشى بقى تحفة بجد، يعني انا حاولت ان انا اصور لكم لقطات، عشان كان برضو كان في ناس مش هينفع اصور والناس موجودة. آه بس بص بقى من هنا
تعجبك. وطبعا في الابراج اللي بتاعت البنك الاهلي هناك هتتصوري جنبيها برضو تحفة، هيطلع المنظر تحفة اكنك قاعدة في بلاد برا بجد يعني. لا انا يعني كل شويه اقول لكم يا جماعه روحوا بجد، من كتر اعجابي فيه بقول لكم روحوا. بس وهنا يعني بص مصوره المنظر ورايا تحفه تحفه. طبعا احنا طبعا الروتينات في البيت غير بقى المنظر بره تماما، يعني ده حاجه وده حاجه. المنظر ده غير المنظر ده طبعا. يعني الروتينات في البيت بنضطر ان احنا نعمل كده في البيت عشان خاطر ايه؟ طبعا يوميتنا بقى اللي في البيت بقى الطبيعيه بقى، وحياتنا اللي في البيت. طبعا بره بقى هتهتمي بنفسك وهتهتمي بمنظرك وهتهتمي بكل حاجه. بس ودي مركب برضو يعني كنا ركبناها في الاول، بعد كده لا غيروا المكان تاني عشان ايه؟ عشان قالوا المركب التانية هي اللي هتطلع. والمراكب كلها نظيفه، عايزه اقول لكم بجد المراكب كلها نظيفه، مش هتحسي ان انت هتقعي تحسي ان انت هتدلقي، لا كلها نظيفه. يعني دي مركب من اللي احنا كنا دخلناه في الاول، بعد كده دخلنا مركب تانية. المركب التانية اللي هي دي اللي هي الحديد دي اللي قدامكم ديت اللي هي الاحمر في اسود دي اللي ركبناها التانية. الاتنين كانوا احسن من بعض بجد، يعني احنا دي ما طلعتش راح قالوا لا التانية اللي هتطلع. بس ولو اول مره تشوفيني، انا نيفين بعمل فيديوهات روتينات في الشعر، في سكين كير، في سكين هير، روتينات في البيت. ممكن اعمل لك فلوج زي كده عادي. يعني اليوم بجد اللي عجبني بجد بقترح عليكي عليه وبقول لك يعني ليكي وبفيدك، وبرضه انت بتفيديني برضه بفيديوهاتك. لو نزلت اي فيديو برضه بستفيد منك، وبجد برحب بيكوا. لو كل مشترك جديد برحب بيه بجد يعني انا برحب بيكم جدا. وميرسي لكم بجد ان انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات، وميرسي لكم اللي انتوا بجد بتعملوا لايكات وبتعملوا اشتراكات، بجد بحبكم جدا. بس وهنا بقى يعني بصوا المراكب بجد تحفه تحفه بجد. طبعا بقى انا قلت بقى نبعد بين الروتينات شويه بقى، نغير بقى جو بقى. بس واقول لكم بقى باي باي بقى في فيديو جديد، واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.